بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهر الحاجات اللي فيها فيتامين سي؟ الصورة دي عجباني جدا لأنها ما فيهاش غير أربعة بس وسهلين جدا. البرتقال ده معروف، الفراولة، الفلفل الألوان وخصوصا الأحمر، الكيوي، الفاكهة اللي لونها أخضر تحت دي هي الكيوي وبرده فيها فيتامين سي. طبعا الموز فيه فيتامين سي وحاجات تانية كتيرة فيها فيتامين سي، بس أنا يعني في الأول عشان الواحد يفتكر يعني يقتصر على الأربعة خمسة دول. طب الفيتامين سي ده احنا كلنا طبعا عارفينه ما شاء الله، يعني كل عارف ان هو بيزود المناعة وبالتالي بيعمل بيمنع الجسم ان هو يجيله برد، وخصوصا في الشتاء نزلات البرد والحاجات ديت، وعلى مدار السنة الصراحة. يعني الفيتامين سي مهم على مدار السنة، بس يعني بنحتاجه اكتر وبنفتكره اكتر في الشتاء. ولكن في حاجة دلوقتي، لو فرض ان شخص بياخد فيتامين متعدد اللي هو المالتي فيتامين، تمام، ده بيبقى فيه فيتامين سي طبعا. كفاية بقى ما ياخدش تاني، يعني ما ياخدش تاني فيتامين سي لوحده. ومش كده وبس، ده في ناس بقى كمان بتاخده لوحده وبتزود الجرعة مرة واتنين وتلاتة. قال ايه يعني؟ طالما كويس بقى كتر منه. يا جماعة ده مش كويس ولا حاجة، ده خطر وبيبقى مضر بالذات على الكلى. ف يعني كلوا كويس وبطلوا الاكل اللي هو بيتخن والمحمر والحاجات اللي هي زي كده، دي بتنزل بقى المناعة. يعني ما ينفعش ان انت تاخد الفيتامينات دي كلها وتيجي واكل الاكل المحمر اللي هو ايه بينزل المناعة. يعني عايز محمر هات الاير فراير او حط الحاجات في الفرن، انما ما تنزلش مناعتك بنفسك. وربنا يحفظنا جميعا.